نيمار اللي معروفه على السوشيال ميديا بالنزاع ديالها مع الخال ديالها، واللي خرجوا بعض الصفحات كيكتبوا عليها انها ماشي صاحبه حق. خرجت معنا في فيديو سابق كتقدم بوثائق ودلائل قويه انها صاحبه الحق وتنوب عن والديها، لكن بزاف منكم قالوا لي حقا كديري تشهير بوكيل الملك. لا لا نهائيا. باش تفسروا الناس. انا ما عممتش على جميع وكلاء جلاله الملك اللي كاينين في مراكش، وما عممتش على المحكمه اللي كاينه في مراكش، لان هذيك سلطه عليا طبعا الحال. نعم سلطه عليا واحتراماتي ليها، وكاينين نزهاء اللي كيكونوا اللي كيعرفوا القانون وكيطبقوا معنا القانون، ولكن كاين بعض اللي فين ما تندخلوا معاهم المحكمه ما كيخدموش على الدوسي. قلتي لي انا ما يمكنش نجيو نحط الباطل على هذا السيد هذا كل ما كنتش عارفه راسي. لا نهائيا ما غنجيش نطيح عليه الباطل، لان انا فاش دخلت لعنده هو كممثل حق العام هو كان يستنطقني، وخلال الاستنطاق انا ديالي رتبت لي الاوراق ديالي وعطيته الوكاله بانني انا كنوب على الوالدين ديالي، وعطيته اننا طالعين عندنا نزاع على هذه الملكيه هذه وطالعين نقضوا الابرام من اجل باش يديروا الحسم على هذه الملكيه، لان كان الحكم ديال الاستئنافي كان بعدم قبول الطلب، بغينا نعرفوا علاش. الغريب في الامر هو قلتي لي ان عندكم قضيه مدنيه تقابلتي عند نعم. وكيل الملك في الجنحي. من بعد ما جا عندنا المشتري الجديد اول مره غادي نتعرفوا عليه، جاو جايب معاه جرافه وباغي يريب لينا سكوفي. خصنا نشوفوا حنا الرخصه، خصنا نشوفوا القيد، خصنا نشوفوا القوات المساعده، خصنا نشوفوا شي حد من المسؤولين يكونوا حاضرين. حنا ما شفنا حتى شي حاجه. كيقول لك انا كندعي انني مشتري جديد، ولكن مني انا وقفت هذيك الجرافه وقلت له الله يخليك، قلت للمول الجرافه الله يخليك الا ما سير في حالاتك من هنايا، راه حنا عندنا وليداتنا سير تيكون خارج انت بامر من عند القيد وتكون انت يعني مرغم انك انت جاي باغي تريب، مرحبا. قلت له سيدي راه خاص يكون عندك حكم بالافراغ، انت ما عندك والو جاي كتريب لينا، شكون انت بعدا؟ قال لي غادي تعرفيني شكون الا جبت الدرك الملكي. شكون هو هذا بالضبط؟ هذا المشتري الجديد. من بعد ما جاو الدرك الملكي عريت لهم على ورقيه باننا ورثه شرعيين على هذه الارض هذه، تيقول لي بقوه القانون عندك 5 دقائق وتخرجي من الارض. هادو رجال الدرك الملكي. نعم. لك انت. من بعد ما كان التقديم لعند السيد الوكيل كان تقديم اللي هو سريع، انا ما تنكتبش وتنعاود وكنعاود نقول في هاد الهضره هادي. كتعاودي تاكدي على نعم، وكيل الملك. لان انا ما كنتش بوحدي، انا كان معايا المحامي ديالنا، انا ما كنتش بوحدي، انا ما دخلتش بوحدي لعند السيد الوكيل، انا كان معايا المحامي ديالنا. فاذا به اثناء الاستنطاق اشنو وقع وان انا مني عرضت له على ورقيه وعطيته الوكاله الخاصه، شنو قال لي عندك يومين وتخرجي من الارض. كيف يعقل انت في قسم الجنحي كممثل حق العام؟ راه هاد الدوسي هذا ماشي من اختصاصك، هذا ملف مدني ماشي جنحي، لان يعني عندنا نزاع على الملكيه. يعني الكلام ديالك باش يفهموا المشاهدين. نعم. الكلام ديالك موجه للوكيل العام الخاص بالجنحي. لا ماشي الوكيل العام، الوكيل الملك. عفوا الوكيل الملك اللي مختص بالجنحي، اللي مختص بالجنحي. انت عندك قضيه مدنيه. وانا ما دايرهش الجرم، ما دايرهش شي حاجه اللي نقدر نقول لك فيها تعنيف او فيها شي حاجه اللي غادي تكون مخالفه للقانون. انا بس ما طالبه حتى شي حاجه، كما طبقت القانون يطبقوا معايا القانون. قلتي قبيله كلمه زوينه، قلتي انا بلادنا فيها القانون والحق. نعم، يعلى ولا يعلى القانون نعم، على راسي ولا عيني، ولكن يطبقوه معايا. نعم، لان انا كنت سابقه في التبليغ رغم انني دايره شكايات استباقيه، وشرحتهم له قلت له راني دايره شكايات استباقيه ديالي، راه خرجت على مسؤوليتي. يعني كيف يعقل انا غادي نوض، انا ما عندي لا حق لا حتى شي حاجه وغادي نوض نهضر على هذا الشيء؟ راه ما يمكنش، رغم انني دايره شكايه في شان محاوله. نعم شكايه ممكن اننا ندوروها الكاميرا بحال هكا. هي شكايه في شان محاوله بيع عقار يعود من ضمن التركه موضوع نزاع قضائي، وشرحت فيها التفاصيل. هذه كنتي سباقه فيها؟ نعم كنت سباقه فيها، رغم انني مشيت لعند السيد الموثق والسيد المحافظ فاش قالوا لي ما عندنا ما نديروا لك، رغم اننا حنا عندنا تقييد احتياطي في 2022، يعني قبل ما تباع لنا الارض ديالنا عندنا تقييد احتياطي. هنا تبتوا لنا ان كاين تزوير، كاين تواطؤ. باش نبقاو عارفين ان هاد التزوير والتواطؤ واش كان شي دليل عندكم عليه ملموس؟ نعم بعد ما درنا
حنايا مقال استعجالي يرمي الى ايقاف تنفيذ البيع وتقييد العقار فورا، راه مشيت للمحافظه وجبت شهاده الملكيه ديال داك العقار. شهاده الملكيه عندك حاليا؟ نعم جبتها. نعم جبتها لانني انا كنوصلوا الصوت بالدليل. نهار 15 شنو درت؟ مشيت نهار 15 عطيت الاشعار للسيد الموثق، وشنو قلت لهم ابلغكم علما بهذا النزاع والجلسه المحدده اللي دارت فينا عدم الاختصاص. هي حنا عندنا كلشي بالاوراق والادله، واي حاجه كانت غادي تكون على مسؤوليتكم القانونيه، ولكن هما اشنو داروا؟ كملوا على داك الشيء اللي كان، يعني انا ما تسوقوش ليا كاع نهائيا. هيا من بعد ما تصدمت بشهاده الملكيه انهم دخلوه نهار اللي انا خبرتهم بان راه هذا البيع هذا راه فيه رغم اننا دايرين تقييد احتياطي في 2022. اشنو وقع؟ مشيت درت شكايه حول الترامي على العقار محل نزاع وطلب اتخاذ اجراءات القانونيه. انا ما كنت نعم كنت سباقه. انت درتها في 2025 22 غشت، يعني انا كنت سباقه. هو يلاه جا في 2026 في شهر 2 نهار 18 تيقول لك هاد البلاد ديالي، انت راه جيتي ولقيتينا فيها، راه ما خاصكش تجي عندنا حنا، وماشي حنا اللي خاصك تحملنا مسؤوليه واحد اخر او غلط واحد اخر. حنا راه ما درنا والو، حنا ما دايرين حتى شي حاجه، حنا ديالنا مشى لينا. يعني حنا فاش كنا كنتنازعوا على هاد الارض هادي راه قبل ما يتبع منا حتى شي شبر ما تبع منا. يعني شكون اللي دار لينا هاد التماطل هذا؟ وشكون اللي تعطل علينا؟ حنا راه ما شادينش ديالنا وما شادين حتى شي حاجه من هاد الشيء. خالك بالنسبه للناس غايقول لك خالك الا خرج وبغى يرد عليكم في فيديو، واش انت مستعده مثلا خالك يجي ويثبت عنده شي ادله يبينهم؟ بيان سور الا عنده شي ادله يتفتح فيها تحقيق نجبدوا الادله ديالنا ويجبدوا الادله ديالهم. انا ما عنديش المشكل، راه كاينين ناس شرفاء وكاينين ناس كيطبقوا القانون، الله يجازيهم بالخير. حنا عندنا قانون في المغرب، ولكن هادشي ما يتغاضاش، هادشي ما نستروش عليه، ما نسكتوش عليه، لاننا حنا مواطنين وهما في خدمه الشعب، هما في الخدمه ديالنا حنا كمواطنين. هادشي اللي بغيت نعرف انا، هادشي كاين عندنا في القانون الحمد لله. الحمد لله لكل حق حقه، كل عنده ديالو، كل عنده حقه. ولكن باش نجيو حنا وكديروا لينا بحال هكا راه عيينا ما بقاو صابرين، راه غنولينا غنتشردوا حنا في الزنقه. النولاد ديالنا غيمشي لينا، راه لا كيتنتزع لينا بالقوه.